يا مساء الرعب على أحلى ملوك ليل في الدنيا. عاملين إيه يا حبايب؟ راجع بعد غياب ما يقارب الشهر، فما تزعلوش وبإذن الله ننتظم. المهم، قصة النهاردة مش لأي حد، دي للناس اللي قلبهم جامد. بس ياسر بطل حكايتنا النهاردة هو شاب شغال عامل ديليفري في منطقة التجمع، وفي ليلة مرعبة السما فيها كانت بتمطر ومليانة رعد وبرق. جاله اوردر الساعة 3 الفجر. الاوردر كان لفيلا في منطقة لسه تحت الانشاء، يعني لا نور ولا ناس ولا حتى كلاب ضالة بتهوهو. المهم ياسر ركب الموتوسيكل واللوكيشن دخل بيه الطريق مقطوع تماما، ووصل قدام فيلا قديمة جدا السور بتاعها عالي وعليه شجر صبار ميت. ركن الموتوسيكل وبص في الموبايل، لقى مكتوب في الملاحظات: اطلع الدور التاني، الباب مفتوح، سيب الاوردر على الترابيزة وخد فلوسك من الظرف اللي جنبها. ياسر استغرب، بس قال يمكن اصحاب الفيلا مش عايزين حد يقلقهم، ودخل من البوابة اللي كانت بتزيق بصوت يشرخ الودن، وطلع السلم اللي كان متهالك وريحته مليانة عفونة، كأن المكان فيه حاجة ميتة بقالها سنين. وصل الدور التاني، لقى فعلا الباب موارب. زق ودخل الصالة، لقاها ضلمة قوي. الضلمة كانت تقيلة لدرجة انه مش قادر يشوف كف ايده، فنور كشاف التليفون واتفاجئ انه عمال بيرعش وبيقطع بشكل غريب. المهم حط الاوردر على الترابيزة، وبالفعل لقى جنبيها الظرف. بس وهو لسه بيمد ايده علشان ياخده، سمع صوت حاجة بتتندغ، صوت مضغ عالي جاي من ورا الكنبة اللي في نص الصالة. ياسر اتجمد مكانه. الصوت كان كأن حد بياكل لحمة نية وبيقرقش عظم. فوجه كشاف التليفون ببطء ناحية الصوت، وشاف الشيء اللي خلاه يتنفض مكانه. كائن لونه رمادي، شعره اسود وطويل ونازل على وشه، وعريان تماما، وقاعد في الارض وبياكل قط ميتة. الكائن ده اول ما النور جه عليه وقف ببطء شديد، وبدأ يلف رقبته 180 درجة وبص لياسر. ياسر اتصدم. الكائن ده ما كانش ليه عينين، كانت حفر سودا بتنزف سائل اسود، وفتح بقه وصرخ صرخة غير بشرية، صرخة هزت حيطان الفيلا كلها. ياسر من الرعب رمى الظرف ونزل يجري على السلم في ثانية، وركب الموتوسيكل ودوره، وهو سامع صوت خطوات حافية بتجري عليه بسرعة مجنونة. ياسر وقتها مرجعش بيته وطلع على طول على القسم. الصدمة الحقيقية بقى يا ملوك الليل لما الشرطة راحوا معاه العنوان ده، لأنهم لقوا الفيلا مهجورة من سنة 1990 بعد ما أصحابها اتقتلوا في ظروف غامضة. والأوردر اللي ياسر رماه لقوه مرمي في نص صالة البيت، بس الكيس كان متقطع بمخالب، والأكل اللي جواه كان متغطي بمادة سودا ريحتها تخنق. والظرف اللي كان هياخده اللي المفروض فيه الفلوس لقوا جواه ورقة شجر ناشفة مكتوب عليها بدم طازة: كنت خليك، العشاء لسه مخلصش. ياسر من يومها ساب الشغلانة وبقى بيخاف يمشي حتى في شارع ضلمة لوحده. فتفسر اللي حصل معاه ده بإيه؟ هل اللي ظهر له جن مثلا، ولا شخص مجذوب هو اللي عمل كده؟ بس عينه اللي محفورة والمادة السوداء اللي نازلة منها غريبة ومش طبيعية. مش عارف، هسيب لكم انتوا التفسير. المهم نقفل ملف ياسر وندخل على ملف أحمد في القصة التانية. أحمد حصل معاه موقف وقرر يشاركه معانا. بيقول القصة دي حصلت له في تانية جامعة، لما قرر هو وأصحابه يأجروا شقة تكون قريبة من الكلية بتاعتهم علشان يعني يوفروا وقت السفر، وما كانوش يعرفوا إن توفير الوقت ده هيدفعوا تمنه أعصابهم وعمرهم. الحكاية بدأت لما لقوا شقة في عمارة قديمة في حي هادي. السعر كان لقطة لدرجة إنهم استغربوا، بس الفرحة خمتهم. صاحب البيت كان راجل عجوز ملامحه غريبة كده وناشفة، وقال لهم كلمة واحدة وهو بيسلمهم المفتاح: محدش يفتح الأوضة اللي في آخر الطرقة دي، فيها كراكيب تخصني وقافلها بقفل، تمام؟ طبعا شباب في السن ده مهتموش وقالوا له تمام يا حاج.
أول أسبوع مر عادي لحد ما في ليلة أحمد صاحب القصة كان قاعد بيذاكر لوحده الفجر وأصحابه كانوا نايمين. المهم فجأة وهو قاعد سمع صوت تكة قوية جاية من آخر الطرقة، صوت حد بيحاول يفتح قفل حديد. أحمد قام ببطء وهو بيبص للطرقة وقلبه بيدق بسرعة. مشي في الطرقة وهو بيقول بصوت مهزوز: مين اللي صاحي يا جدعان؟ مفيش رد. وصل قدام الأوضة المقفولة ولقى المفاجأة. القفل بتاعها كان مفتوح ومرمي على الأرض والباب كان موارب كام سنتي. فأحمد مد إيده وهو بيترعش علشان يقفل الباب، وبمجرد ما لمس المقبض سمع صوت همس جاي من جوه الأوضة. صوت ست عجوزة بتقول بوضوح: دخلت ليه يا ابني؟ أنا ما صدقت أنام. أحمد اتجمد مكانه وفجأة الباب اتفتح على آخره واترزع في الحيطة والأوضة كلها بقت واضحة قدامه. ووقتها النور بدأ يرعش جوه الأوضة وفي الشقة كلها. وفجأة ظهر في وسط الأوضة مع الرعشة دي ست عجوزة ظهرت في نص الأوضة من العدم، وكانت بتبص لأحمد وبتبرق. وفجأة بدأت تولع والنار تمسك فيها لوحدها، وصرخت وجريت بسرعة على أحمد. أحمد وقتها جري وهو بيصرخ على أوضة أصحابه وصحاهم وهو منهار وحكى لهم. ولما قاموا معاه بسرعة ودخلوا الطرقة بالكشافات لقوا القفل راكب مكانه والأوضة مقفولة، مفيش حاجة غريبة. فأصحابه قالوا له: أكيد بيتهيألك يا أحمد، وده لأنك كنت قاعد بتذاكر لوقت متأخر ومرهق من المذاكرة. ومحدش فيهم صدقه. بس اللي حصل تاني يوم خلى الكل يلم شنطه ويهرب بجلده. الصبح وهم نازلين للجامعة قابلوا البواب بتاع العمارة اللي جنبهم. البواب سألهم ببراءة: ايه يا شباب، لسه ساكنين في شقة الست عطيات؟ ربنا يجويكوا. لما سألوه مين عطيات دي قال لهم: دي صاحبة البيت اللي ماتت محروجة جوه الأوضة اللي في آخر الطرقة. الكلام ده من 10 سنين، ومن يومها وابنها العجوز بيأجر الشقة بسعر بخس علشان مش قادر يقعد فيها لوحده من اللي بيشوفه فيها. الشباب سمعوا الكلام وطلعوا في ساعتها على الشقة لموا حاجتهم، ومن وقتها ما رجعوهاش تاني. واحمد بيقول ان لحد النهارده كل ما بيجي ينام بيسمع نفس الهمس في ودنه: دخلت ليه يا ابني؟ انا ما صدقت نمت. لو انت مكان احمد كنت هتعمل ايه؟ وهل جربت تسكن في بيت قديم قبل كده وحسيت انك مش لوحدك؟ قال قولوا لي صحيح، بعرف اتكلم سعيد يا اولاد؟ هستنى رايكم في الكومنتات، وما تنسوش اللايك يملك الليل. سلام.